ليه شكون هذا الراجل بغى يكون لي غندي انوكس ليه رجليه، وكي دايره اختي هاد المقابله، وكي داير هاد الرضا الا بغيتي الرضا من عند الراجل. هذاك راه راجلك اختي. اي مرة كتشوف هاد الفيديو ما تتبعيش الهضره الخاويه. يقول لك واحد المثال: تبع الكلام اللي يبكيك ماشي اللي يضحكك، غير يضحك عليك. الا غسلتي رجلين راجلك، ولا كنتي مرضيه راجلك، ولا تعاملتي مزيان مع راجلك، هو الله عز وجل كيقول في واحد الحديث: كون امرت المراه تسجد، كون امرتها تسجد للزوج ديالها. بالنسبه للناس اللي مزوجين بغيناكم تبانوا في التعليق، واش فريمون كتغسلوا الرجال بعضياتكم ولا غير هضره وصافي؟ نخليكم مع الفيديو ومن بعد نعلقوا عليه. وكيقول لك طاعه الزوج اكثر من طاعه الوالدين. الوالدين هي مرضيين معاهم وعلى راسنا وعينينا، ولكن طاعه الزوج اكثر من طاعه الوالدين. تهلاو في رجالكم وحنوا على رجالكم، وحتى الرجال. انا راه ماشي ضد المراه، راه حتى انا مع الحق، مع المراه ومع الراجل. الراجل الا ما حنيتيش على المراه ما غتحنش عليك، الا ما بغيتيهاش راه ما غتبغيكش، الا ما حنيتيش فيها ما غتحنش عليك. حن فيها باش تحن فيك، بغيها باش تبغيك، احترمها باش تحترمك. انا راه مع الحق الخوت، ولكن هذاك راه راجلك وتاج راسك، وكيقيل يخدم ويردم باش يجيب لك انت ما تاكلي. كيقيل واقف بدوك الرجلين نهار كامل باش يجيب لك انت ما تاكلي، وفي الاخر تقولي شكون هو باش نغسل ليه رجليه. راه عيب الخوت. الا غسلتي رجلين راجلك راه راجلك. انا درت فيديو وحده قالت لي نتحداك تغسلي رجلين راجلك امام الناس، غسلتهم وبستهم، وصل 7 المليون د المشاهده. راه غتلقاو في التيك توك ديالي لتحت الا بغيتو تشوفوه. الا غسلتي رجلين راجلك هذاك راه راجلك وتاج راسك وبات ولادك، واي حاجه درتيها على قبله يستاهلها. وداك الشيء اللي كنعيشوه مع الراجل ديالنا ما كنعيشوش مع والدينا. شوفي والديك تقدري تعيشي معاهم 15 14 16 حتى ل 18 عام، ولكن الزوج ديالك راه كتعيشي معاه مدى الحياه حتى الممات. واش متفقين معايا ولا لا؟ ديروا لايك بارطاجيو الفيديو باش يوصل لهذيك السيده ويوصل لغيرها. اخوان بغينا اي واحد فيكم كيتفرج في هذا الفيديو، لا بالنسبه اللي مزوجين ولا بالنسبه اللي يلاه بغى يتزوج، بغينا كلشي، بغينا الراي ديالكم في صندوق التعليق. بغينا كلشي يعطي الراي ديالو في صندوق التعليقات، كلشي يعطي الراي ديالو بكل موضوعيه وبدون مزايده عليه. فريمون هذا الموضوع اللي تقريبا دار ضجه كبيره في البلاتفورم ديال الفيسبوك، وما كاين باس بانه الراجل لا بالنسبه للمراه لا بالنسبه للراجل، انه لا بالنسبه للمراه تهلا في راجلها في جميع النواحي. ما كاين باس انه تغسل ليه رجليه وتغسل ليه كاع، ما كاين باس، شي حاجه عاديه بين الزوجين. العلاقه الزوجيه كتبغي الحب وكتبغي التعاون والتماسك والترابط. وبالنسبه للزوج حتى هو انه يتهلا في مراته في جميع المسائل، لا حرج في ذلك، بل بالعكس بنادم خاصو يتهلا في مراته ويتهلا في الزوجه ديالو. بل طاعه الزوج وطاعه الزوجه راه واجبه على الزوج والزوجه، شي حاجه اللي فريمون باينه وواقعيه. وشحال من وحده ما مزوجاش وكتمنى غير يكون عندها الزوج، شحال من وحده كتمنى غير يكون عندها الزوج. وانا كنهضر على الزوج الصالح، ما كنهضرش بفراغ باي واحد. لذلك شحال من وحده تقول لك بانه خاصو انه يستحق ديك الساعه انا نغسل ليه رجلين. فريمون متفق مع اي واحد انه شي حاجه اللي باينه انه يكون بعدا كيستحق داكشي اللي غادي دير عليه. لذلك الاخوان اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو يبارطاج الفيديو باش توصل الرساله، لعل وعسى انها توصل الرساله الازواج انهم يتهلاو في بعضياتهم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.